السلام عليكم. يعطيكم العافية طلاب التواسع الأبطال. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد بيحكي لنا عن تأسيس من تحت الصفر. طبعا هي السلسلة أنا مسويها لحتى أنت تفوت على المنهاج، أنت مو ناقصك أي شيء أي مرجع. يلي بيلاقي الفيديوهات طويلة لازم يتحمل، لأنه أنت هلأ عم تتأسس. يعني إذا أنت كنت صف سابع أو تامن مانك مأسس فيهم وبتحضر فقط هاي الفيديوهات، انت كفيل تفوت على منهاج التاسع ما ناقصك اي فكرة من الاساسيات. وانا عم اتعمق لك بالشرح مشان انت بعدين ما تلاقي صعوبة في العمليات الحسابية، ما تلاقي صعوبة هي من وين اجت. واغلبية الدروس اللي عم ناخدها هي نفسها منهاج التاسع، لهيك انا عم اعطيك الاساسيات وعم اتعمق لك فيها، لانه انت كأنك عم تاخد درس للصف التاسع. تمام. بدي منك انا ورقة وقلم، تكتب الافكار اللي عم اكتبها، جردها. كل فكرة عم احل عليها تمرين، انا حل التمرين نفسه بس اكفي الفكرة مشان تتأكد انك فهمته. واعطيني اشتراكك الحلو وتابع معي، لانه عن جد رح ينزل فيديوهات تانية لشرح المنهاج. وبإذن الله تعالى رح نحل كامل أسئلة الكتاب وكامل أسئلة الدورات بإذن الله تعالى. صلي على سيدنا محمد وتعال بلش معي. هذا الدرس الأول شرحناه، والدرس الثاني الكسور والأعداد العشرية. تمام. والدرس الثالث القوة والأسس كله موجود على القناة، بل فوت على قوائم التشغيل بتلاقيها. هلأ جينا على معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. طيب هذا الدرس بينقسم لقسمين: معادلات من الدرجة الأولى ومعادلات من الدرجة الثانية. طيب شو يعني كلمة معادلة؟ أنا هلا بدي أفهم شو يعني كلمة معادلة قبل ما أفوت معادلة من الدرجة الأولى وكيف بحلها وخطواتها ونكشاتها. بدنا نفهم شو يعني معادلة مشان نقدر نحنا نميز. تمام. طيب هلا لو جيت أنا قلت لك إنه المعادلة، طبعا المعادلة بتتميز بالشغلة إنه فيها مساواة. بس أجيب لك سيرة معادلة بتقول لي هي مساواة. طيب مساواة بين مين ومين؟ مساواة بين طرفين، لأن هون بيكون طرفين، طرف أول وطرف تاني. تمام. طيب يعني مثلا أنت حطيت بالطرف الأول 3، لازم يكون هون 3. تمام. طيب بركي أنا حطيت هون 3 وهون 5، هاي مانا مساواة، لأنه الطرف الأول مو نفس الطرف التاني. فهمنا؟ طيب هلأ أنا هون عم أعطيك معلوم. كيف يعني معلوم؟ يعني قيمة بالضبط، يعني قيمة 3، قيمة 4، قيمة 5. طيب هلا أنا لو جبت لك الطرفين فيهم مجهول، أو الطرف فيه مجهول طرف تاني فيه مجهول، وأنا بدي منك تحل المعادلة. طيب في فرق، أنا بدي أفهم هي معادلتي من أنو درجة أنو درجة مشان أقدر أميز، لأنه كل معادلة من الدرجة الأولى إلى حل، معادلة من الدرجة الثانية إلى حل، من الدرجة الثالثة إلى حل، فنحن بدنا نفهم من أنو درجة. طيب هلا المعادلات من الدرجة الأولى، يعني أنا بيكون المجهول هون، المجهول ما بيكون إله أس. هون الأس فوقه، طبعا أخذنا درس الأسس ما بيكون إله أس. يعني مثال الإكس ما إله أس فوقه، يعني الأس تبعه 1، هيك قلناها من الدرجة الأولى. طب أنا عندي الواي مثلا. تمام. عندي الواي. طب الواي فوقها شي؟ لا، يعني هي فوقها 1، معناتها سميتها معادلة من الدرجة الأولى. طيب زد مجهول من الدرجة الأولى، زد فوقها شي؟ لا، معناتها سميتها مجهول من الدرجة الأولى. طيب هون زد للتربيع، لا هي مو معادلة من الدرجة الأولى، هي معادلة من الدرجة الثانية. عفوا مجهول من الدرجة الثانية. ليش؟ لأنه ما ضل إله أس، صار إله أس 2. طب زد مكعب، لا هون مجهول من الدرجة الثالثة. زد أس 4 مجهول من الدرجة الرابعة، وإلى كذلك. طيب هلا أنا فهمت شو يعني معادلة، فهمت شو يعني درجة أولى. كيف أنا بحل معادلة؟ طبعا بدنا نفهم طريقة السؤال. يا بيسألك حل المعادلة، تمام، يا بيقول لك أوجد جذر المعادلة. اوف، شو يعني جذر؟ لا تخاف، جذر يعني حل، نفس الشي. اوجد جذر المعادلة ولا اوجد حل المعادلة، نفس الطريقة ما بتختلف، نفس الحكي. تمام.
طبعا معادلة من الدرجة الأولى حصرا 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 بده يطلع معك حل وحيد. كم حل؟ حل وحيد. تمام، هلأ فهمناها. أنا كيف رح أحل معادلة من الدرجة الأولى؟ ركز معي كتير منيح في هي الفقرة لأنه هي الفاصلة في هاي الدرس. أول شيء طريقة حل معادلة من الدرجة الأولى طبعا بدون كسور، لأنه في معادلات من الدرجة الأولى بكسور هلا رح ناخذها بإذن الله. أول شيء ننقل المجاهيل إلى طرف والمعالم إلى طرف آخر. طيب كيف يعني مجهول وكيف يعني معلوم؟ يعني أنا جيت قلت لك إكس زائد 3. مين المجهول هون؟ المجهول إكس أنا ما بعرف قيمته. طب مين المعلوم؟ 3. فبتنقل لي المجاهيل لطرف وبتخلي المعالم بطرف. كيف يعني؟ يعني قلت لك أنا هون طرف وهون طرف، بتخلي هذا الطرف للمجاهيل وبتخلي هذا الطرف للمعالم. طب يا محسن أنا إذا بدلتهم خليت هون المجاهيل وهون المعالم غلط؟ لا مو غلط، بس أنا عم أفهمك. تمام؟ طيب أهم فقرة إنه أنت وقت اللي بتنقل أي مجهول وأي معلوم بتغير إشارته. يعني إذا كانت موجب صارت سالب، وإذا كان سالب صار موجب. انتبهوا عليها لأنه ممكن تضيع لك علامة 600 حرفيا. كتير طلاب بيدرسوا وبيتعبوا من أول سنة لآخر السنة وبيخربطوا بإشارة ضاعت علامة 600 معهم. 3. نقوم بعملية الجمع أو الطرح بالطرفين ونصلح المعادلة. يعني أنا مثلا رح ناخد جمع المقادير الجبرية. أنا مثلا ما بقدر أجمع الإكس مع الثلاثة. طب ليش؟ لأنه أنا الإكس ما بعرف قيمتها، مجهولة عندي، كيف بدي أجمع مع عدد معلوم؟ فاحفظ معي مجهول مع معلوم ما بنجمعه. لهيك قلت لك بتنقل المجاهيل لطرف ومعالم بطرف. 2. هلا مثلا قلت لك 3 ناقص 2 بتقدر تجمعه وتطرحهم بيطلع الجواب معك 1 صح؟ موجب سالب إشارة الأكبر ونطرح. طيب 2 إكس زائد إكس بتقدر تجمع. طب ليش بقدر أجمع هون؟ لا لأنه هون مجهول وهون مجهول، هاي نفس الرتبة. شوف هون نفس الرتبة، هون 1 وهون 1 بتقدر تجمع. طب يا محسن هلا أنا تجيب لي 2 إكس مربع زائد إكس بقدر أجمع؟ هلا بيجي بواحد بيقول لي ايه بقدر اجمع لانه هون مجهول. لا يا حبيبي بتقدر تجمع بحالة واحدة اذا كان الاس تبعك متشابه. هلا هون 2 هون 1 ما فيني اجمع. اما هون شوف هون 1 هون 1 بتصير انا عندي 2 زائد 1 3 وبنزل الاكس مثل ما هو. تمام؟ طيب نقسم على امثال المجهول ان وجدت. اهم فقرة وقت اللي بيقول لك حل المعادلة. هلا الحل المعادلة يعني انت بدك تطلع لي قيمة المجهول، فقط قيمة المجهول. انت احيانا بيطلع معك بالاخير 2 اكس تساوي 3، 5 اكس تساوي 7، 4 اكس تساوي 2. لاحظ انا ما عم اطلع قيمة اكس هون، وين قيمة اكس هون؟ 2 اكس هون 5 اكس هون 4 اكس. فبدي احاول اتخلص من هي الاثنين الامثال تبع الاكس. ليش؟ لانه انا بدي قيمة اكس فقط، ما بدي قيمة 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس. فشو بسوي؟ بقسم انا هون الطرفين على 2، هون على 5، هون على 4. ركز الله يرضى عليك، انا وقت اللي بقسم ما بقسم طرف واحد بس، بقسم الطرفين على المعامل تبع اكس. يعني انا المعامل تبع اكس هو 2، المعامل تبع اكس هو 5، الامثال تبع اكس 4، بقسم الطرفين عليهم. تمام؟ طيب هلا صرنا ساعة عم نحكي، تعالوا ناخذ مثال ومثالين وثلاثة مشان توضح الفكرة. عم اقول لك اكس زائد 5 تساوي الصفر. يا رب اكس زائد 5 تساوي الصفر. معادلة من الدرجة الأولى. تمام، هي الطرف الأول وهي الطرف الثاني. يلا كيف بنحل معادلة درجة أولى؟ اتذكر معي المجاهيل إلى طرف، المعاليم إلى طرف مع تغيير إشارة الحد المنقول. يلا هذا مجهول خليه بالطرف الأول، خليه. تمام؟ 5 بدك تنقلها للطرف الثاني. يلا تساوي، كانت موجب 5 بنغير إشارة الحد المنقول بتصير سالب 5. وانت هيك حليت المعادلة ولا ما حليتها؟ ايه حليتها. قديش طلعت مع قيمة الاكس؟ ناقص 5. طب بدك تتأكد من حلك انت؟ لا ركز معي، عوض الحل اللي طلع معك هون. هلا انت مو طلع قيمة الاكس معك؟ طلعت ولا لا؟ ما ضل ما اسمه مجهول، هذا طلع قيمة إله. شيل لي الاكس هون وحط لي بدالها ناقص 5. الاكس شيل لي اياها وحط لي بدالها ناقص 5. يلا ناقص 5 زائد 5 هل ممكن تساوي للصفر؟ لانه نحن اتفقنا في المعادلة لازم يكون الطرفين شو وضعهم؟ متساويين.
طب موجب سالب، شو بسوي؟ احفظها معي، وقت اللي بيكون انا عندي موجب سالب اشارة الاكبر ونطرح. طيب يا محسن انا هون ما عندي عدد اكبر، لان الاثنين متساويين. ايوه معناتها بيطلع معي الجواب صفر. طب الصفر ممكن يساوي الصفر؟ ايه معناتها معادلة محققة، معناتها الحل معك صحيح. فلحتى تتأكد من حلك اذا صحيح بتعوض المجهول هون. طيب ما فهمنا، ممكن مثال تاني. طيب 2 اكس زائد، بالمناسبة انا عم احل هون، هاي النقطة أنا عم أشتغل عليها بإذن الله بتكون كاملة، وبس تكمل على الأخير أنا بنزلكم إياها بصيغة مطبعة ونطبعها كاملة كالكتروني، وبتقدر تجيبها من المكاتب. ركز معي، 2 إكس زائد 5 تساوي 3. طيب يا محسن أنا هون عندي معادلة، هذا الطرف الأول تبعي، هذا الطرف الثاني تبعي. شو بتقولي معادلة؟ هاي معادلة من أنه درجة؟ درجة أولى، المجهول درجة أولى عندي. فشو بسوي؟ بنقل المجاهيل لطرف، المعاليم إلى طرف. بغير مين؟ بغير إشارة الحد المنقول. يلا المجهول عندي هون هو الاثنين اكس، مجهول هذا ما بعرف قيمته، أنا بدي أطلع قيمته فبخليه. تمام. هلا حط تساوي، خليت المجهول بطرف لحاله. الخمسة معلوم الخمسة، انقله للطرف الثاني وغير اشارته. يلا الثلاثة خليها، انت ما نقلت الثلاثة هون خليتها، بس نقلت الموجب 5 لعندها. تمام، كانت موجب 5 صارت سالب 5، غيرت الاشارة تبعتها. هلا بقوم بعملية الاصلاح، يعني انا هون في شيء اجمعه؟ لا، 2 اكس ما معها شيء فبخليها. هلا هون في اصلاح، ركز معي هون كتير منيح. كتير طلاب بتقول لي 3 ناقص 5 بتقول لي 2 فورا. لك يا روحي انت ما عم تقول 5 ناقص 3، انت عم تقول 3 ناقص 5. فانت عندك هون اشارتين مختلفتين. بتحط اشارة العدد الاكبر، اخذناها اول فيديو بالتأسيس. هذا العدد 5 شو اشارته؟ سالب، لانه عدد اكبر ونطرح اشارته سالب، وبتطرح 5 ناقص 3 2. فانت هون طلعت الاصلاح، وقفت اصحك توقف. انا ما بدي قيمة 2 اكس. ركز شوف الملاحظة شو بتقول لك، نقسم على امثال المجهول ان وجدت. طب انا امثال المجهول بتبلش من الاثنين وانا طالع، يعني لاحظ هون امثال المجهول 1، لهيك ما قسمت. شو بدي اقسم 1 يعني، اما هون بقسم الطرفين على شو؟ على امثال المجهول اللي عندي. قسم الطرفين على 2. يلا الاثنين مع الاثنين بتروح. يلا فالاكس تساوي، يلا انا بدي اقسم او اضرب عددين، بقسم او بضرب عددين، بشوف الاشارات تبعاتهم. هذا ما له اشارة، شو اشارته؟ موجب. طب السالب، تقسيم الموجب سالب. تمام، اخذناها باول فيديو ركز فيه. سالب ضرب الموجب سالب، او السالب تقسيم الموجب سالب. الضرب والقسمة نفس الاشارات بتتعامل معهم. 2 كم فيها 2؟ 1. شو 2 كم فيها 2؟ 1. طب 3 كم فيها 3؟ 1. 5 كم فيها 5؟ 1. معناتها بيطلع معك الجواب 1. طلعت قيمة المجهول؟ والله طلعته. انت هيك حليت المعادلة. تمام. مثال ثالث مو مشكلة. 4 اكس زائد 5 تساوي 2 اكس زائد 3. طيب معادلة من أنو درجة؟ درجة أولى، معناتها عندي طرف أول وعندي طرف تاني. تمام. هلا بننقل المجاهيل لطرف والمعالم لطرف مع تغيير إشارة الحد المنقول. يعني أنا هون عندي مجهول، هون عندي مجهول، بخلي هذا القسم للمجاهيل وهذا القسم للمعالم، حط لي مساواة. هذا القسم خلي لي للمجاهيل دائما، وهذا للمعالم أسهل لك. خلي الأربعة إكس هون. تمام. هذا المجهول بالطرف الثاني نقول لي يا للطرف الأول مشان تقدر تقوم بعملية الإصلاح. كان موجب 2 اكس، لأنه الماء له إشارته موجب 2 اكس، نقوله صار ناقص 2 اكس. تمام. طيب هلا أنا هون الخمسة معلوم. ليش معلوم؟ لأنه معلوم، يعني أنت قيمتك معك 5. انقله للطرف الثاني وغير إشارته. كان موجب 5 صار سالب 5. موجب 3 أنت ما نقلتها، هي بالطرف نفسه فخليها. هلا بنقوم بعملية الإصلاح، هل في جمع بنجمعه، هل في طرح بنطرحه إلى آخره. طيب هذا الماء له إشارة عدناها 1000 مرة، إشارته موجب سالب، إشارة العدد الأكبر ونطرح. مين العدد الأكبر هون؟ 4. شو إشارته؟ موجب، نزل الموجب. 4 ناقص 2 والإكس بتنزل لأنه أنت بدك تطلع قيمتها. هي تساوي. تمام.
سالب موجب، إشارة العدد الأكبر ونطرح. مين العدد الأكبر هون؟ 5، شو إشارته؟ سالب، فنزل السالب. 5 شيل منها 3 فبضل معك 2. وقفت؟ لا توقف، اتفقنا بنقسم على أمثال المجهول إن وجدت. مين أمثال المجهول هون؟ أمثال المجهول 2، فبقسم على 2. طبعا بتقسم مع الإشارة ها، يعني أنا أمثال المجهول هون موجب 2، فلهيك قسمت على 2 لأن ما هي الإشارة إشارته موجب. طب هون بقسم على 2 كمان، 2 مع ال2 طارت. لاحظ أنا طيرت ال2 فضل عندي إكس لحالة. عرفت ليش أنا قسمت على أمثال المجهول؟ طيب 2 كم فيها 2؟ فيها 1. هلا كنا عم نحكي السالب على الموجب لأنه أنا بقسم الأعداد وبقسم الإشارات. سالب على الموجب سالب، وهيك أنت طلعت قيمة المجهول. كتير سهلة وكتير بسيطة، بس أنت فهم كيف تحل. أعطيتك أول شي بالطرف الأول، أعطيتك بطرف الثاني، أعطيتك بطرفين فيهم مجهول، وإلى آخره. طيب هلأ بدي منك أنت تحل هذا التمرين لحالك، تمام؟ وجرب فيه. طيب المعادلات من الدرجة الثانية ليش ما بقدر أعطيك إياها هلا؟ لأنه هي بتعتمد اعتماد كلي على فكرة الجذر، وأنا ما بقدر أعطيك المعادلات إذا ما أعطيتك الجذر. فبإذن الله تعالى بس ناخد درس الجذور في آخر محاضرة تقريبا، مو آخر محاضرة يعني، بس إنه بعد يومين نرجع على معادلات من الدرجة الثانية. ترى كتير سهلة، أسهل من معادلات من الدرجة الأولى. طيب هلا نحن كنا عم ناخد معادلات من الدرجة الأولى، بس كيف؟ بمجهول واحد. يعني لاحظ هون مجهول هون مجهول. هلا رح ناخد نفس الشيء بمجهول واحد ولكن مع كسور. مع كسور كتير سهلة وكتير بسيطة. بس أنا كيف بدي أتعامل معها؟ يعني أنا عندي معادلة نفس الشيء، هون طرف أول وهون طرف تاني، بس أنا عندي كسور في المعادلة. كيف بقدر أنا أتخلص من هاي الكسور؟ أول خطوة أنت بتسويها، نقوم بتوحيد جميع حدود جميع مقامات المعادلة، ثم أهم كلمة نحذفها. تمام؟ أول شيء بتوحد المقامات وبتحذفها. 2 بترجع لنفس حل القديم، يعني بتنقل مجاهل لطرف معالم لطرف، بتغير إشارة الحد المنقول وكل هالحكي. طيب أنا بدي مثال، رح أعطيك مثال على السريع. هلا مثلا هون عندك x على 2 زائد 5 تساوي 3x زائد 4. طبعا أنا حالي لك مشان هاي النقطة أنت بس تاخدها تلاقي كل شي محلول. تمام؟ طيب أنا هون عندي معادلة، والله عندي معادلة. طب هاي المعادلة أنا كيف هون فيها مقام؟ شو بدي أسوي أنا هون؟ أول شي معادلة من الدرجة الأولى وتكون كسرية بتحط لي كل مقامات. تمام؟ هذا الماء له مقام مقامه واحد، الماء له مقام مقامه واحد، يلي ماء له مقام مقامه واحد. طب أنا المقام كلياته بدي أسوي نفس المقام الموجود، يعني كله بده يصير نفس المقام. هون 2 فأنا بدي أضرب هون ب2. أخذنا توحيد المقامات في الدرس الثاني. هون 2 وهون 2، فتوحدت المقامات جميعا. هون 2 زائد 2 تساوي هون 2 زائد 2. توحدت المقامات. هلا أنا علي بس أوحد المقامات، أضرب البسط والمقام بالعدد هون. هاي ضربت المقام، أنا لسه لي البسط. الإكس بتنزل، هاي موحدة خالصة. 2 في 5 10، 2 في 3 6، 2 في 4 8. اللي ما عم يفهم معي يرجع عيد الدرس الثاني في درس الكسور والأعداد العشرية. هيك قلت لك هي متسلسلة هاي السلسلة، يعني ورا بعضها، فما بتقدر أنت تمشي درس ثالث ما تكون دارس الدرس الثاني. فشو بسوي؟ المقامات صارت كلها مثل بعضها، فبتقدر أنت تحذفها. تمام؟ طيب هلا بننزل السطر الأول مثل ما هو بدون تغيير. x موجب 10 تساوي 6 زائد 8 قديش يا بطل؟ 14. أيوة هلا رجعنا لنفس القصة. بشوف معادلة بدون كسر، بتنقل مجهول لطرف ومعالم لطرف، بتقسم ومن هالحكي. هذا طرف أول، هذا طرف تاني. x مجهول، قلنا من هون بنخلي قسم المجاهيل. تمام؟ خليت المجهول هون. ال10 نقول لي اياها لهونيك وخلي تساوي، كانت موجب 10 صارت سالب 10. وال14 شو اشارتها؟ موجب، لانه الماء له اشاره اشارته موجب. موجب 14. اشارتين مختلفتين، اشاره العدد الاكبر ونطرح. مين العدد الاكبر هون؟ 14 شو اشارته؟ موجب، فبنزل موجب.
بطرح 14 شيل منها 10 بتضل 4. تمام. طيب شو رأيكم ناخد مثال تاني بس شوي صعب. يلا 3 x على 4 زائد 5 تساوي 2 x على 3 معلش غيرت هون زائد 5. هذا انت هلا انت هون بتحله. شوف انا عندي هون اكتر من مقام، شو بسوي؟ طبعا هو بيقول لك حل المعادلة او اوجد جذر المعادلة. شو بسوي انا هون؟ اول شي بحط المقامات اللي ما له مقام بحط له مقامات. تمام. حط هون مقام وحط هون مقام. هلا انا عندي هون 4 وعندي هون ب3. طب كيف بدي اوحد المقامات هون؟ اول شي انا بدي اسوي هدول المقامات متوحدات يعني متوحدين. هون 3 قلت لك اخذنا في الفيديو اللي قبل. عندي هون 3 وعندي هون 4. طب عندي هون 3 بشو بدي اضرب هون؟ ب3. عندي هون 4 بشو بدي اضرب هون؟ ب3. ايوه شو صار المقام معك؟ ركز معي. 3 في 4 12 صار المقام 12 عندك انت، فبدك تضرب هون ب 12 وهون بدك تضرب ب 12 فصار المقامات كلياتهم 12. حط تساوي. هاي اول كسر هاي تاني كسر تساوي الكسر الاول زائد الكسر الثاني والمقامات شو صارت كلها 12. اذا كان عندك اكتر من مقام بتدور على المقامين بتوحد المقامات تبعاتهم وبتكمل على نفس الاساس. يعني ركز هون انا 3 في 4 12 فلهيك انا هون ضربت ب 12 ولهيك هون انا ضربت ب 12. تمام. تمام. هلا انا هون ضربت ب3 وهون ضربت ب4. هلا انا ضربت المقامات جميعا. هلا بدي اضرب البسوط. 3 ضرب 3 9 وبتنزل الاكس. 12 ضرب 5 تعالوا نضربها على جنب انا وياكم. 12 ضرب 5 5 ضرب 2 10 زائد 5 ضرب 1 5 زائد 1 6. هون بنحط 60. تمام. هلا 4 ضرب 2 8 وبتنزل الاكس. 12 ضرب 5 بتطلع 60. هلا شو بنسوي يا ابطال؟ بنحذف المقامات جميعا وبننزل السطر الاول مثل ما هو مثل ما علمتكم. 9 x زائد 60 تساوي 8 x زائد 60. طبعا انا هلا بقوم بعملية الجمع والطرح والنقل وبنغير اشارة حد المنقول والى اخره. معادلة من الدرجة الاولى فيها طرف اول طرف ثاني. طبعا درجة اولى لانه هون المجهول له اس واحد. هلا هذا المجهول قلنا بنخليه هون القسم الاول، قسم المجهول هون القسم الثاني. خلي اشارة المساواة مشان ما تطير. تمام. 9 اكس خليها. ال 8 اكس في الطرف الثاني انقلها، كانت موجب 8 اكس صارت سالب 8 اكس. وقت اللي بنقل اي حد بغير اشارته في المعادلة. طبعا 60 انقلها، كانت موجب 60 صارت سالب 60. الموجب 60 بتنزل. 9 اكس ناقص 8 اكس بتضل اكس. ليش؟ كيف اكس؟ هون موجب سالب اشارة العدد الاكبر. طب انا ما حطيت اشارة، اللي له اشارة اشارته موجب يعني ما بتفرق اذا حطيتها. 9 شيل منها 8 بضل اكس يعني 1 اكس. هلا قلت لك عددين مثل بعض موجب سالب بيطلع معك جواب صفر. تمام. موجب سالب اشارة العدد الاكبر، ما عندي عدد اكبر هون، الاثنين متساويين بيطلع معك جواب صفر. كتير سهلة وكتير بسيطة. ركز معي. اللهم صل على سيدنا محمد. دائما وقت اللي انت بدك تطلع حل اي معادله، لهيك انا قلت لك قسم على امثال المجهول، بده يطلع معك الاساس واحد. يعني ركز معي. شوف في جميع الحالات اللي اخذناها نحن وجميع الحلول، شوف هون عم يطلع معك واحد، هون واحد. لهيك انا عم اقول لك قسم على امثال المجهول. هون واحد، هون واحد عم يطلع امثال المجهول، هون واحد. فدائما ما بده يكون له امثال. انا خليت لك تمارين بسيطة وتحدي بيني وبينك. هدول اي شيء معادلة درجة تانية لا تقرب عليه. كل شيء حل معادلة درجة اولى. طيب مثلا انت هذا النشر منك اخره لا تقرب عليه، حل هاد. حل اللي بتقدر عليه. تمام. مثلا مثل هي حلها، واللي ما بتعرف تحله انا رح انزل حله. تمام. خلي انت تكتب تمارين من عندك، مثلا 3 اكس زائد 4 تساوي 5 اكس زائد 8 وحاول تجرب فيهم. واي استفسار اكتب لي بالتعليقات واعطيني اشتراكك الحلو اذا انت استفدت. انا عم اتعب وانت عم تتعب، فقدر تعبي واعطيني اشتراكك الحلو يا روحي، لانه عن جد انا رح اتعب معك بعدين تعب مو طبيعي. وهي السلسلة بالذات انا رح اتعب عليها كتير. انتظروني انا بفيديو تاني نشرح فيه باذن الله تعالى درس الجذور. طبعا الدرس هو موجود ليكو، بس انا رح اشرحه بفيديو لحاله مشان اقدر افوت لكم بالمعادله الدرجه الثانيه ونكون ختمنا
قسم كبير من التأسيس، ما بيضل لنا إلا شغلات بسيطة بإذن الله وبنفوت بمنهاج التاسع. والله ما بضيع تعبكم ولا تعبي، الله يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله.